أسعار الأورو في المساء ومام الدولار والجنيه الاسترليني، ولكن الناس اللي راهي تلفت لها إلا تبيع الآن الأورو تاعها ولا تخليه حتى لنهاية السنة. تفاصيل جد مهمة، ومام الناس اللي راهي محتاجة وحابة تشري الأورو وقتاش تشريه صراحة، تشري الآن ولا تخليه لنهاية السنة. أولا صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا نولي أمرا، ديروا لنا الإعجاب والاشتراك في القناة متابعينا باش توصلوا بكل جديد. نبدأ على بركة الله مع موضوعنا الأول على عجالة، وما نعطيكم الأسعار في نهاية الفيديو اليوم ما نطولوش. اولا متابعينا، بخصوص بزاف ناس راهي تلفت لهم تقول لك، كاين اللي يقول لك عندي كميه او راني حاب نبيعها، الا كان نبيع الان ولا نخلي لنهايه سنه. صراحه هو الان تاع الصح راه يعني الاسعار اللي راهي مطروحه راهي خياليه كبيره جدا. وما من اللي البعض يقول لك راهي ما بزافش، ولا صراحه الاورو راها في ارقام قياسيه، ولكن تاني حتى في نهايه السنه صراحه كاين العديد من المؤشرات، العديد من الخبراء راهم يتحدثوا باللي في نهايه السنه خاصه راح يرتفع الاورو، والله اعلم. ولكن تاني الناس اللي راهي حابه تشري هي الاورو صراحه للاسف الشديد لو كانت تخلي لنهايه السنه، تم راه عليك ريسك كبير بزاف بزاف. علاش ريسك كبير؟ لانه اصلا في نهايه السنه يزداد الطلب على الاورو من ناحيه الناس اللي تروح للخارج، تعدي نهايه السنه تحب تروح لكاش بلاد، الثاني اللي يروحوا يجيبوا السلعه. المهم الطلب يزداد بقوه على الاورو، لهذا من المرتقب جميع المؤشرات توحي الى ارتفاعه في نهايه السنه، الا اذا دخل كاش ظرف مثلا طارئ ومغير تماما، ولكن صراحة هذا مستبعد. لهذا صراحة رغم أنه حتى عند سعر البيع راه مرتفع جدا، ولكن ما عندك حتى خيار إلا الشراء الآن، والله أعلم، خذ القرار بنفسك. المهم 100 جنيه استرليني في المساء راهم يشروا فيها في العموم 3 ملايين إلى 3 ملايين و5000، والبيع 3 ملايين و40000. الدولار 100 دولار راهم يشروا فيها في المساء 2 ملايين و280 حتى 2 ملايين و290، والبيع 2 ملايين و310 حتى ل 20. كذلك بخصوص الأورو 100 أورو في أوروبا أولا وبعد في الجزائر. في أوروبا اللي راكم في الغربة راهم يشروا فيها في العموم 2 ملايين و660 حتى 2 ملايين و675، هو البيع 2 ملايين و695 ألف. أما هنا في الجزائر 100 أورو شحال راه يدير؟ راهم يشروا فيها في العموم 2 ملايين و660 حتى 2 ملايين و665، والبيع 2 ملايين و685 ألف.